أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي وأسلم على سيد الكونين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته، وارض اللهم عن ساداتنا ذوي كل قدر جليل، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. استمعنا إلى هذه الآيات الطيبات من سيدنا من سورة النمل. وحين بدأ سيدنا بالقراءة لا بد وأن تتعايش مع الكلمات والآيات لتنصهر فيها، فتكون أنت والآية جزءا واحدا. سيدنا قرأ في مشهد من مشاهد يوم القيامة: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وكأن هذه الجبال التي جعلها الرب تبارك وتعالى للأرض أمنا وأمانا، قال رب الأرباب جل وعلا: والجبال أوتادا. والوتد إنما جعل لتثبيت الخيمة، وكأن الرب تبارك وتعالى أراد أن يثبت الأرض فلا تحيد ولا تميد ولا تتحرك، فثبتها بالجبال. والجبال أوتادا. المتدبر للجماد في القرآن وخاصة الجبال. في آخر مرة قلت بأن هناك تناغم، بل إن هناك فلسفة جعلها الرب تبارك وتعالى فيما بينه وبين الجبال. فمن أراد أن يتفرد لله وينفرد بالله خرج ليعبد الله تبارك وتعالى منفردا على جبل جعلت له ككهف يصلي فيه أو يتعبد لله فيه. وقلت بأن الله حين أراد لسيدنا رسول الله الرسالة كانت على جبل في غار حراء، وحين أراد له الستر من الأعداء جعله في غار ثور في جبل. ولما أراد الله أن يعطي سيدنا موسى الرسالة جعلها من جبل، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى. جبل الطور، طور سيناء، والتين والزيتون وطور. خلي بالك، وكأن هذه الجبال آية من آيات الله الدالة على قدرته. فالله عز وجل واضع القوانين لكل خلقه، ولا يستطيع أن يبدل مادة الشيء إلا خالقه. ما استطاع كائن من كان أن يجعل النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم سوى من خلقها وهو الله. ولم يستطع كائنا من كان أن يحول قانون الإغراق في الماء لسيدنا موسى سوى من خلق الماء وهو الله. وهذا يعطيك إشارة بأن الله هو المتحكم المدبر المتصرف في كل كائناته ومخلوقاته. يشفي المريض ويميت الطبيب ويميت الصحيح، وتتغاير وتتدبر في كل هذه المواقف لا لشيء إلا لترى آيات الله في كونه. من الآيات دي إيه؟
الجبل الأشم الأصم اللي انت بتتكل عليه، وترى الجبال تحسبها جامدة، يوم القيامة يعمل ايه؟ وهي تمر مر السحاب، ماشي زي الشاية طايرة في الكون. الجبل اللي هيثبت الارض اللي انت عليها طاير زي الريشة في الجو. من الذي بدل وظيفته من التثبيت الى الطيران كريشة في الهواء؟ انه الله. صنع الله الذي اتقن ايه؟ مش الذي صنع كل شيء، لا، صنع الله الذي اتقن. ولذلك انت حينما اصطفى الله من بني جلدتك سيدنا موسى عليه السلام قال له ايه؟ ولتصنع على ايه؟ على عيني، ما تبقاش زي بقية الناس، زي بقية البشر. ولذلك هذه الجبال الرواسي التي لا تتبدل ولا تتغير اذا كان يوم القيامة ففزع من في السماوات ومن في الارض ونفخا. ساعة النفخ لا جبل ينفع ولا آية من آيات الله باقية على حالها، وإنما يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ليه؟ وبرزوا لله الواحد الايه؟ القهار. ده يقول لك ايه؟ تبديل الامور قدامك كده. اخونا عطية لما يموت في لحظة وهو واقف وهو قاعد بيقول لك احترس، انتبه، خلي بالك، الموت مش بالمرض، الحياة مش بالصحة، قانون الموت ملوش ثبات، يبدلك الرب تبارك وتعالى ويغير من وضعك في اقل من طرفة عين. ليه؟ حتى تنتبه، حتى تتجهز، حتى تستعد للقاء الله تبارك وتعالى. التناغم اللي ربنا جعله في الجبال التي صارت آية من آيات الله، لما أراد الله أن يتجلى ما تجلى على إنسان ولا على نبات ولا على حيوان. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكا وخر موسى صعقا. لو تجلى الرب على قلبك، لو تجلى الرب على قلبك ماذا يصنع فيه وقد صنع بالجبل ما صنع؟ لو أنزلنا هذا القرآن على ايه؟ على ايه؟ على جبل لرأيته خاشعا. والخشوع علامة ودلالة من دلالات القلب. فمن ظن أن هذا جماد لا يشعر ولا يسمع ولا يتكلم ولا يرى ولا يخشع فقد أخطأ. إني لأعلم حجرا كان بمكة كان يسلم علي. سيدنا النبي قال كده. ولذلك الآية مش مسألة تسبيح الحصى، تسبيح الجماد في ايد حضرة النبي، لا. ليه؟ لأن الجماد يسبح منذ خلق، وإن من شيء إلا إيه؟ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه؟ تسبيحهم. أمال المعجزة كانت إيه؟ أن يستمع الحاضر صوت تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دي الحجارة الجامدة، دي الحجارة الجامدة. لما سيدنا النبي يقف فوق جبل أحد فيتراقص الجبل ويهتز تحت رسول الله، ما اهتز إلا خشية وخشوعا وخضوعا، فيأمره النبي كأنه يكلم إنسانا يستمع ويقول له اثبت أحد، استقر. الله، اثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. ولذلك لما تلاقي الجبل بتهز تحت حضرة النبي وتسمع سيرة حضرة النبي وتسمع مدح حضرة النبي وتلاقي نفسك كده عمال تهتز يمينا ويسارا، فإن سئلت عن ذلك لما تهتز فقل سلوا أحد، سلوا أحد. ده الجبل يا جماعة، دي الحجارة، دي الجماد. انت بقى فين؟ انت
انت فين؟ ابو قلب ناعم، ابو قلب رحيم، ابو قلب رهيف؟ لا، للجبل قلب يخشع وعين ترى ولسان يتكلم واذن تسمع باعلى ما يمكن. اعلى درجات اليقين في الجبال التي فقدها الانسان. ها؟ القرآن اللي اتقرأ من شوية فات على قلبك؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية من؟ من خشية. هي قطوف سريعة، ولكن غفر الله ورحم أخونا عطية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من موت الفجائة الذي استزعز منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اوعى تحسب انك خدت نفس هترجعه تاني، ممكن ما ترجعوش. اوعى تمضغ لقمة وتعتقد انك هتكملها، ممكن ما تكملهاش. ولذلك بادر، سارع، الحق نفسك، وكن حاول تكن انت ايها الانسان بقلبك الخاشع، بحسك اللامع، بعقلك الفظيع. حاول ان تكون مثل الجبال، علك ترحم، علك تنجى، عل الله تبارك وتعالى ان يرحمك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم لاخونا عطيه ولمن مات من اموات المسلمين، اللهم اغفر له وارحمه، عافه واعف عنه، اكرم نزله، وسع مدخله، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. يا رب انا نسالك ان تعوض ميتته الجنه. اغفر له يا رب على قدر علمه، اغفر له على قدر علمه، اغفر له على قدر علمه. حاسبه بفضلك لا بعدلك، بإحسانك لا بميزانك. وفد إليك وأنت خير من يوفد إليه، فكن به رؤوفا رحيما. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الخشية والخضوع والخشوع لذاتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تقبضنا على غرة، اللهم لا تقبضنا على غرة. احسن ختامنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا. نسألك يا رب ان ترفع عنا كرباتنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب وسلم. شكر الله لك سيدنا.